في قاضي أحكامه كانت بتغير مصير ناس كتير، اسمه اتكرر في أخطر القضايا، ولما كان يدخل قاعة المحكمة الهدوء كان بيبقى إجباري. بعد ما أنهى خدمته العسكرية سنة 1979 بدأ المستشار محمد شحاتة مشواره في القضاء من نيابة الأحوال الشخصية لحد ما اتنقل بين محاكم شمال وجنوب القاهرة، ووصل لرئاسة محكمة استئناف أسيوط. لكن النقلة الفارقة في تاريخه كانت توليه الدايرة الخامسة جنايات الجيزة. الدايرة دي كانت مختصة بالقضايا الأشد تعقيدا، عنف، تجمهر، قضايا أمن عام، ملفات تقيلة، وأحكام تأثيرها ما بيوقفش عند قاعة المحكمة. مع أول القضايا الكبرى بدأ اسمه يظهر، خصوصا في أحداث كرداسة 2013 اللي صدر فيها عدد كبير من أحكام الإعدام قبل ما يتم إلغاء جزء منها لاحقا في مراحل التقاضي الأعلى. القضية دي خلت اسمه حاضر بقوة في النقاش العام، مش بس قانونيا لكن شعبيا كمان. وبعدها توالت القضايا الكبرى زي أحداث مسجد الاستقامة وقضايا أخرى اتسمت بحساسية شديدة وكانت أحكامها دايما محل متابعة دقيقة. ثم جاءت قضية خلية الماريوت اللي انتهت بإلغاء الأحكام كلها وإعادة المحاكمة، وده زود الجدل حوالين منهجه القضائي وفتح باب واسع للنقاش حول صرامة بعض الأحكام. ومع قضايا تالية زي غرفة عمليات رابعة وخلية الجيزة الإرهابية بقى واضح ان المستشار بيتعامل مع أخطر نوعيات الملفات اللي ممكن أي قاضي يقف قدامها. حساسية القضايا ونوعية التهديدات المحتملة خلت وزارة الداخلية تخصص له حراسة خاصة دائمة، ورغم كده كان دايما بيأكد: أنا ممتنع عن ممارسة السياسة، أنا مواطن عادي. لكن الجدل موقفش، شخصيته داخل القاعة كانت صارمة بشكل لافت، مجرد دخوله كان بيخلي القاعة تهدى تماما، والنضارة السوداء اللي ارتبطت بيه في أذهان الناس كانت دايما محل تساؤل، لحد ما وضح بنفسه إنها نضارة طبية بسبب ظروف صحية وحساسية شديدة من الضوء. مع مرور الوقت وبسبب إلغاء بعض الأحكام في درجات تقاضي أعلى اتكون عند قطاع من الناس إحساس إن الكفة دايما كانت رايحة ناحية أقصى العقوبة الممكنة. ولما رحل المستشار محمد شحاتة فضل الجدل موجود حتى بعد وفاته، ناس شافت فيه قاضي أدى واجبه، وناس تانية شافت ان بعض الأحكام كانت أقصى من قدرتهم على الفهم أو القبول. وفي النص فضل اسمه مرتبط بسؤال كبير: هل الصرامة عدل مطلق ولا أحيانا بتسيب إحساس قاسي عند الناس؟